شفت الشخص ده قبل كده اللي بيكب القهوة على التيشيرت الأبيض قدام الناس وما بيهموش، ما بيبصش حوالينه يشوف مين بيبصله، ما بيدخلش في حالة هلع ولسه شكله أشيك مننا كلنا. ليه؟ علشان ببساطة مش فارق معاه رأيك فيه. هو مش قاعد يفكر إذا كان كل اللي في الكافيه شايفينه فاشل ولا لأ. هو بيكمل كأن مفيش حاجة حصلت، مرتاح ومفيش حاجة بتوقفه. طب إزاي بيعمل كده؟ اربط الحزام، علشان النهاردة هعلمك تبقى الشخص ده، الشخص اللي مش فارق معاه أي حاجة. الخطوة الأولى، افهم إن مفيش حد فعلا مهتم. معظم الناس مشغولين بنفسهم أكتر من إنهم ياخدوا بالهم من غلطة صغيرة عملتها. فكر كده، إمتى آخر مرة روحت البيت وقعدت ساعات تحلل الراجل اللي اتكعبل في الشارع؟ بالظبط، عمرك ما عملت كده. فلو أنت مش مهتم بمنظر الناس لما يحرجوا نفسهم، ليه فاكر إنهم مهتمين بيك؟ الخطوة التانية، اعتبر الإحراج ثقة. الثقة مش معناها تبقى مثالي طول الوقت. الثقة يعني تتقبل الفوضى اللي عملتها وتكمل عادي. اتكعبلت، متحرجش، امشي كأنك كنت بتتمرن على حركة. موبايلك وقع في أسانسير مليان ناس، النسخة القديمة منك كانت هتتوتر، تتخض وتدعي الأرض تبلعك، بس النسخة الجديدة هتلم تضحك كده وتقول الجاذبية دايما كسبانة. وبكده لحظة الإحراج راحت. الخطوة الثالثة، حب غرابتك. عارف الحاجة اللي مكسوف منها؟ ضحكتك الغريبة ولا حبك الغريب للأفلام الوثائقية عن حياة النمل؟ بدل ما تخبيها وريها، دي قوتك السحرية. الناس اللي تستهلك هتحبك عشانك. وأول ما تبدأ تمتلك اختلافك مش هيبقى غريب، هيبقى مميز. الخطوة الرابعة، ادخل في مود البطاطا. دي المفضلة عندي. تخيل نفسك بطاطا، مش المحمرة، لا، واحدة عادية سايبة نفسها. البطاطا مش بتفكر الناس شايفينها ازاي، مش بتتوتر، بتقعد كده تعيش بطاطسيتها. حد قالك لبسك مش لايق؟ بطاطا مود، اتفعل، مش فارق معاك. الخلاصة، هل الموضوع محتاج تمرين؟ أيوه. هل هتمر بلحظات تحس فيها إنك محرج؟ أكيد. بس الخبر الحلو، كل مرة تبطل تهتم حياتك هتبقى أهدى. هتبطل تضيع وقتك في توتر ملوش لازمة، هتمشي أخف وهتضحك أكتر. وأجمل حاجة، كل ما تهتم أقل الناس هتسأل أكتر، هو واثق كده ليه؟ يلا بقى اخرج وعيش حياتك زي البطاطا، مش فارق معاها حاجة بس شكلها جامد.